هاي بيلبورد عربية، معكم الشامي، حب وحنان. يا ليل ويا العين من بعدك عمر ما هوينا. اسمي عبد الرحمن. بيقولوا لي عبود. بس حتى امي بتنادي لي الشامي. مشان هيك ما بستخدمه كثير، فهذا هو اسمي ببساطة، عبد الرحمن. يرفي الدربي قلبي قلبي بلاك بلا دائما بيفرحني الشيء الاستثنائي، وبرأيي هذا الموضوع استثنائي بحالتي السريعة. وهذا الشيء إذا بدل على إنه عندي ناس بيحبوني من قلبهم وعم بيدعموني من قلبهم، وهذا الشيء بيسعد أي إنسان بالكون، مو بس أنا. هتخسرك المية هالكل بجبل العراء بين الجنة والنار. لا اليوم بدنا نعرف خلص. يمكن مو هالقد عميقة، بس لما بديت المشوار بديت من منطلق فاقد الشيء يعطيه، فكل الاشياء اللي انا كنت حاسس اني فاقدها قررت اني اعطيها. هيك ببلاش، من مشاعر، من حب وحنان. اوكي، بس كيف بلشت؟ يعني كيف الفانز اخذوها منك؟ انا بقولها كثير. دايما يعني اي حدا بيقول لي اي شيء، مثلا واحد بيقول لي شكرا، يا بقول له تقبشني يا بقول له حب وحنان. فاحيانا اماكن ما بيكون مناسب اني اقول تقبشني مثلا، حب وحنان. فخلص صارت هي البصمه تبع الشامي، حب وحنان. وكيف طلعت بالضبط ما بعرف، بس هي فكره الحب والحنان مربوطه من كثير زمان براسي، فصرت اقولها مثل انه عم بعطيه حب وحنان لهذا الانسان شفويا. بس انه لبيت بماضي عمرك فيك على الفاضي. كيف بدأت تراكم مشاعر، فراغ بالوقت نوعا ما. ومن انا وصغير كثير بحب الموسيقى، كثير بسمع موسيقى، وكثير منفتح موسيقيا، بسمع اي شيء. يعني بسمع شعبي، بعدين بروح بشغل تراك لبيلي ايليش، ما عندي اي مشكله. أه و ف بهذا الفراغ اللي صابني بهداك الوقت قررت اني اشتري مايك وبلش. وكيف قدرت اني اكتب ولحن وهندس صوت، ما بعرف. بعتقد من كتر تجمع الاشياء يلي عايشتها بحياتي، او يلي سمعتها بحياتي، لحد ما وصلت لمرحله اني عم شكل افكار خاصه وموسيقى خاصه فيني بس، وهويه لإلي. وانخلقت فكره الشام ومشروع الشام. شو بتحكي عني ما بعد العادي عادي، تحطني جنبين انا وانا اللي ديب بوادي. الفترة لا، بس توقعت اني اوصل. كان دايما عندي ايمان انه انا بيوم من الايام حكون. وحتلاقي في بعض الأغاني اللي حتطلع بالمستقبل من 4 و5 سنين عم قول الأشياء اللي أنا هلا عايشها. كنت من 5 سنين عم قول إني أنا حعيشها، وبعد 5 سنين أنا عشتها. دايما كان عندي هذا الإيمان إنه أنا حصيرها. يا الليل ويا العين من بعدك عمر ما هوينا. عمر يا العين. يا ليل ويا العين هي كانت خطة، ما كانت غنية عشوائية طلعت. كنا بدنا نستهدف العمر الأكبر، و... وإذا بدنا نستهدف العمر الأكبر ما فيني استهدفه بأغنية مثل بفديكي ديب هاوس، وعملني بهديك الطريقة الأوروبية أكثر أو الغربية أكثر. فقررت إنه أنا ماشي بأول اللحن بالطريقة اللي برا، بعدين بدي أعمل شيء دبكة، لأنه هذا الشيء جزء من تراثنا وجزء من ثقافتنا لصيب هذا العمر. يا ليل يا عين كثير كنت أنا وعم بكتبها وأنا وعم لحنها عم ركز على إنه تكون كاتشي، إنه تكون تعلق بالراس بدون ما يحس الإنسان. كثير صارت مع ناس انه هن ما بيسمعوني وما بيحبوا موسيقتي، بس يا له يعني علقت براسهم بشكل هن ما بدهم اياه. فهي كانت لعبه موسيقيه وخطه مدروسه لحد ما انه اعمل تراك بيعلق بالراس ويقدر يصيب. امي مثلا قدرت تسمع هذا التراك، بس صعب تسمع بفديكي. وتفهمت حاله الوطن العربي، عنا تاخر بالموسيقى، فنحن مضطرين انه نكون عم نمشي معهم حبة حبة، عم نفوت لهم الموسيقى تبعنا والمود تبعنا حبة حبة. ومشي حال بيا ليل ويا العين. بس نحن وصلنا للي بدنا اياه، بس ضل نثبت. فالمشروع لسه قائم. ما بعتبر حالي نجحت 100% بخطتي، بس ايه اخذنا اول خطوة، والخطوة كانت كبيرة. وكان لي مجتمعي الخاص اللي هو اللي بيسمعوا سميتك سمو بفديكي وتشيل وليلى. يا ليل ويا العين هي الغنية اللي طلعت للعلن بعتبر. انا كان في عندي اغاني 50 و60 مليون
مو اغاني ارقام عاديه، بس ليش يا ليلو يا العين اللي عملت الحاله؟ لانه طلعت لجمهور جديد. شوفي نجمك ماما، شوفي كان الجو. رح كون متوازن اكثر لانه ما بدي افقد مزايا مجتمعي يلي بيحسوا بالانتماء لموسيقى الشامي وثقافه الشامي. بدي احافظ على هي الثقافه تبعنا، وبنفس الوقت ايه بس بطريقه اكبر شوي، يعني بطريقه مش بس بتخص ثقافه بلاد الشام. حاول قدر الامكان اتوسع، لانه انا انسان معاشر كثير، وقلت لك موسيقتي تشكلت لاني معاشر كثير، فقادر اني اكون عم بحكي كثير لهجات، قادر اكون عم بكتب كثير لهجات، وقادر نفوت كثير بلاد بعتقد، مش بس كتابيا حتى بنمط الموسيقى، لأن نمط الموسيقى اليوم هي عولمة عالمية، فبتفوت لكل مكان. ممكن التراك الجاي يفوت لفرنسا بشكل غير ملحوظ، لأنه استغربت يا ليلو يا العين فاتت ترند ألمانيا والسويد الدنمارك، شفت قبرص. شغلات كثير وصلت للعالم خلص. شغلات كثير كانت غريبة. فإذا كاركتري وموسيقتي قابلة إنه تكون عالمية، فعم بشتغل على هذا الموضوع. أنا اللي بيت بماضي، عمارك فيك عالفاضي. اوكي، مش كثير نرجع لموضوع الاستثنائية. حالتي شوي استثنائية، وحالة السوريين شوي استثنائية، وحالة البقعة الجغرافية اللي احنا عايشين فيها كلها استثنائية اساسا. يعني هلا فيك تقولي لي عن عائلة من المكان اللي انا طلعت فيه متجمع بمكان واحد؟ مستحيل. فيك تقولي لي حدا من السوريين عايش 10 او 12 سنة برا بلده وما عنده أزمة انتماء؟ انا كبرت بمكان ببلد ما تقبلني يمكن، او ما حسيت بالانتماء لها، وبلدي ما بعرفها 100%. من عمري 9 سنين ورأيي ما بتسمح لي فوت لكثير اماكن، وعندي هي ازمه الانتماء تبع انا لمين، انا وين، انا شو بدي اعمل هلا. ف هي اللخبطه اللي خلقت المشروع كلياتها اساسا ثنائيه برايي. اما لو كان عن جد، لو كانت حياه اعتياديه، شو بكون ضفت؟ صح. كلهم بيغنوا عن الحب، كلهم بيغنوا عن الشوق، كلهم بيغنوا عن الفراق بنفس الطريقة الكلاسيكية المبتذلة الاعتيادية اللي انفجرنا منها. أنا آسف. فصار بدها شوية لمسة حقيقية باللهجة الجديدة. الجيل الجديد صار عنده اللهجة الجديدة، حتى المزح تبعهم صار جديد. لما نلاقي حدا فنان عمره ما بعرف بغض النظر، بس انه ما اوكي اكيد بيعمل موسيقى كتير حلوة، بس ما حيكون عم يستهدف 100% هذا الجيل، انه صار عنده طريقه جديده بالتعبير، لهجه جديده بالتعامل مع بعضه. نحن بنفهم على بعض. اللي عمره 20 سنه و25 سنه انا فهمان شو عم يحكي، وهو فهمان انا شو عم غني. في علاقه وطيده بجيلنا صارت تشكلت. يمكن مو انا اللي عشت، يعني يمكن لانه خلقت ببيئه حزينه. يمكن انا ما اكون حزين 100% هالقد، بس خلقت ببيئه حزينه، خلقت ب عم نطلع لبلد عم نظبط فيها اوراقنا، اجى زلزال مضطرين ننقل لمكان ثاني. هي الحياه اللي انا دائما كنت عم اعيشها، وانا مالي حاس فيها 100%. انتبه انا كنت صغير، بس كنت احس بابي قديش، فهمتي؟ هي المشاعر اللي بتغبيها من الناس اللي حواليك، فتتغلغل فيكي، وبنفس الوقت ما فيك تعبري عنها لانه هي مو وجعك 100%. فبتلاقي لها صيغه ثانيه، بتصيغيها بطريقه ثانيه بتطلعيها بالموسيقى. وهذا الشيء اللي صار حرفيا. يعني احيانا بكون عم بحكي عن شيء مو 100% لي، مثل غنية ما مليت قد ما هالوجع هالدكتاف، انه احيانا بكون عم بقصد ابي مثلا التجربه اللي عاشها شخص عاش كل حياته عم بيأسس ببلد وما اضطر يأسس ببلد ثاني، بغض النظر عن التفاصيل. بس عم لك كل هذا المشروع مبني 100% عن تفاصيل حقيقية نحن عشناها، أنا عشتها، تقريبا 80% من جيلي عاشها. وإن كان مو بنفس الدقة بس بنفس الروح، بصيغة تانية. واحد تغرب بدون أهله، واحد تغرب مع أهله، واحد مضطر يبعث لأهله إلى آخره. في هي عشوائية الحياة واللا انتماء.